في الفن. يمكن أستاذة كريمة يعني أيضا لاحظنا حاجة تميز لوحاتك. يمكن هذه اللوحة اللي هنا معروضة فيها تراث، فيها يعني يمكن عبرتي خلالها عن التراث في المنطقة بشكل عام. يمكن الفنانين التشكيليين وأيضا المصورين الفوتوغرافيين أيضا لهم توجه في هذا الجانب، أن قدموا التراث والحرف اليدوية عبر أعمالهم. إذا بسألك أنت شخصيا إيش الرسالة اللي تحبين توجهينها من خلال تقديمك التراث في أعمالك؟ لما نجي نتكلم طبعا عن التراث، التراث هو تراث رسالة طبعا على عاتقنا احنا الفنانين للحفاظ على تراث أجدادنا، أيضا للتعبير عن الحضارة أو التراث الفني الموجود في منطقتنا، وأيضا لتعريف الجيل الجديد بالتراث والحرف اليدوية. طيب كريمة، تجربة الرسم أمام الجمهور في كالجدارية مثلا، لك تجارب طبعا أكثر منها وبعضها أعرفها وبعضها لا أعرفها، لكن لك نظرة خاصة في تجربة الرسم على الرسم أمام الجمهور، فما هي نظرتك؟ الرسم أمام الجمهور متعة وسعادة. لكن هل هو يعيق الفنانة؟ لا، أنا بالنسبة لي لا يعيق الفنانة من الإبداع، بل يعطيها الثقة والشجاعة أنها ترسم أمام الجمهور وتبدع. فعلا يوجد فيه سعادة، لأن أنا من وجهة نظري أن السعادة، قمة السعادة هي إسعاد الآخرين. لما أرى السعادة في عيون الجمهور من كبار من أطفال، أسعد يعني أكون سعيدة جدا بهذا العمل، أكون أسعد من العمل داخل المنزل، يعني فيه استفادة للآخرين من ورشة العمل اللي تقام. طيب كيف نستثمر هذا الأمر مع الجمهور من خلال، خلينا نقول، لتقريبهم إلى الفن؟ يعني هم الحين قاعدين يشوفونكم وانتم ترسمون وانتم مندمجين في رسوماتكم، كيف احنا يعني نجذبهم ونقربهم الى الفن بحيث ان نخلي فيهم ثقافة بصرية؟ نجذبهم طبعا هو اولا بالمشاركات هذه الجماعية، ممكن ان احنا نقدم لهم دعوات. ان فعلا انا اقول لك موقف صار لي بالنسبة لي، أنا أذكر أنا زوجي جد يعني ما كان يحب الرسم. يمكن هذا شيء قاله بعد في التقرير، فممكن إن أقول لك يعني كيف إن قربه للفن. اسمحي لي أقول لك يعني أستاذة كريمة، أنت سيدة رائعة. تسلم. كيف استطعتي أن تجذبين زوجك للفن؟ ويمكن يعني هو قال لنا لما قابلناك أن أنا كنت أتنرفز لما أشوف كريمة تبدأ تمسك الفرشاة، وهذا يمكن الشيء يضايقها ويخليها تبطل ترسم. صح. فكيف أنت جذبتيه لهذا الفن واستطعتي أن تأثرين فيه؟ فهذا السر يمكن برضو يبغون الفنانات التشكيليات صديقاتك. صحيح. هو مشاركتي في المشاريع أو العمل الجماعي هو اللي جذبه فعلا. يعني أقول لك فائدة العمل الجماعي أمام الجمهور، هذا استفدت منه أنا قبل الجمهور، أن شجع زوجي في العمل في الرسم. يعني في بعض من المرات طلعت مشروع أو أمام الجمهور أن أنا أرسم، يعني تخليت عن الرسم أن بس ظليت أشرف عليه أنه هو يرسم. هذا كان تشجيع له في البداية. حب الرسم من أمام الجمهور، كيف أنه أبدع وكيف ما توقع أنه عنده لمسات فنية بهالشكل، وانطلق فعلا. يعني كان فائدة، واعتبره هو من الجمهور كانت فائدة له، يعني العمل أمام الجمهور. تتنظر كثير المصور هذه اللوحة اللي هي معمولة بالفسيفساء. فلما طلعنا من عندك قال لي تتخيلين ظلك 3 شهور عليها طبعا من الرخام. فقال لي يعني كنا نتناقش انه كيف انت استطعتي ان تقصصين الرخام بطريقه يعني مره دقيقه وتركبينها في هذه اللوحه. فيعني عمل جبار اعتقد، والمخرج قاعد ياخذ لنا لقطات عليها المصورين الشباب.
اشرحي لنا هذه اللوحة. هذه اللوحة عبارة عن قطع السيراميك الملونة. طبعا احنا نتكلم بس مشاهدينا عشان انوه لوحة النمر اللي هي على يمين الشاشة. هذه عبارة عن قطع السيراميك. اخترت الموضوع طبعا الصورة. بدأت الفكرة أن أنا أقطع اللي هي قطع السيراميك بالقطعة اليدوية. طبعا لاقيت صعوبة كبيرة في تقطيعها لدرجة أن في بعض الأوقات أن أنجرح يعني من القطاعة. بس استمريت يعني واكيد فيها. انه في برضو قطع تتلف وترجعين وارجع اقطعها مره ثانيه. التدرج اللوني هم نفس الشيء يعني. على ما ان انا احط جنب بعض واشوف. طبعا ما استخدمتي فيها الوان؟ لا ما فيها الوان نهائيا. الوانها قطع السيراميك. خذيت مجموعه من قطع السيراميك وبديت اقطعها واصفها جنب بعض. ذكرت الألوان وذكرت في التقرير الفنان محمد الحمران كان يتكلم عن ألوان كريمة، وهي ألوان مشرقة دائما، ألوان فرايحية فعلا وما فيها غموض. أنا لاحظت يعني في كثير فنانات يمكن قابلتهم أنت لوحاتك واقعية يعني ما فيها أي غموض. يمكن من أول ما تقع عين المتلقي لها يفهم أنت الرسالة اللي بتوجهينها. مثل هذه اللوحة مثلا أنت عبرتي فيها عن التراث، فأنا كمتلقي أفهم الرسالة اللي تبغى توجهها لي كريمة. ألوانك، الألوان يعني اللي استخدمتيها أيضا فرايحية، فما في توجه أن أنت يعني تتوجهين للفن التجريدي أو الفن اللي فيه غموض؟ أنا جربت الفن التجريدي، حاولت أن أنا أطلع، بس أنا في داخلي أؤمن بالفن الواقعي. يعني في النهاية رجعت للفن الواقعي. ألاقي فيه فعلا أن الفنان هو بالنسبة لي، هذا رأيي لي يعني، أن الفنان في النهاية لابد أنه يرجع للفن الواقعي لتوصيل الفكرة للمتلقي، وفعلا أفضل للجمهور يعني ينظر إليها بنظرة أخرى للفن الواقعي. يعني كريمة يمكن لكل طالب أو متدرب أستاذ يشيد بالدور الذي يقوم به هذا الفنان أو هذا الموهوب، يمكن أسألك عن الأساتذة أو المعلمات اللي كنتي تحت إشرافهم، يعني كيف يصفون تجربتك؟ بجد أنا لقيت منهم الدعم المعنوي منهم، وهذا أنا ما وصلت له طبعا. وهل استفدتي منهم طيب؟ أكيد استفدت منهم كثير. ما لو وصلت إليه أنا هذا ما هو جاء وليد الصدفة مثلا أو من الفراغ، من الدعم المعنوي اللي لقيته فعلا من اللي كنت تحت إشرافهم، من أساتذة، من فنانين، وأنا أشكرهم فعلا. تعلمت منهم أن أعطي بلا حدود، أن أكون صبورة في المجال الفني. يعني أستاذة كريمة أنا جدا سعيدة بوجودك معنا، شرفتينا أكيد. تسلم. وزينتي اليوم الاستديو بلوحاتك الإبداعية التفكيرية، عرفتينا على فن جميل ممكن أن احنا نستثمره بطريقة إبداعية وتفكيرية. يمكن هذا الشيء أنا أول مرة أعرفه، أنه ممكن نستثمره ونفعله في الفن. كل الشكر لك على وجودك معنا، وأيضا نوجه تحياتنا لزوجك خلف الكواليس أكيد. إن شاء الله نشوفك من تميز إلى تميز، ومن تألق أكيد إلى تألق، واحتكاكك في المجتمع من خلال النشاطات اللي أنت تشاركين فيها أيضا كان له دور فاعل في يعني تفعيل الثقافة البصرية للمتلقين، وأيضا نشر هذه الثقافة أكيد. فكل الشكر لك. تسلم حبيبتي. يعطيك العافية. الله يعافيك. تسلم. أفراح. مشاهدينا، من التميز والإبداع للأستاذة كريمة والتفكير الإبداعي، ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم. أعتقد أن أفراح الحلقة خلصت، يعني كل الشكر أكيد لكل ضيوفنا. ومثل ما قلتي أفراح، يعني اليوم حلقتنا كانت مليئة بالتميز والإبداع. بدأناها في الأستاذة بثينة الموسى، وأيضا ختمناها بالفنانة المتألقة كريمة المسيري، ولا ننسى أيضا